الفيلم ديالنا كيبدا في مدينة سيول في اليابان. واحد النهار كانت الشتا كطيح، وكان بارك جايب الرحيل للدار ديالو الجديده، وتلاقى واحد الجاره وقالت له باللي فيها الخير الى الناس رحلوا في الشتاء. من بعد ما تعرف على جيران جداد طلعوا للدار وبدا كيضحك هو ومراته فرحانين بالدار الجديده. لغد ليه في الصباح وهما جالسين في الطبله كيفطروا، جبد ولدهم واحد الكره ديال الزاج وحطها في الطبله باش يوريها لباه، ولكن بقات غادا في الطبله وهما ما انتبهوا لوالو. ولكن باه بقى كيضرو راسو حيتاش الطبله محطوطه مقاده وخاص الكره تبقى واقفه. وهنا ولدو حطها في الارض باش يعرف واش الارض اللي عوجه ولا الطابله، وبان باللي الارض اللي عوجه. مشى للخدمه ولكن بقى مرزط وبدا كيقلب في الانترنت على الحل. وهنا الخدامه اللي معاه شافوه وعرفوه شرا دار جديده وقرروا باش يجيو عنده يباركوله. وفاش مشى للدار لاحظ باللي الارض تشقات وعيط لجيرانه وتجمعوا عنده باش يسولهم. قال لهم شي حاجه ماشي هي هذيك في هذا الموبل، الزاج كيتهرس بوحده، الارض عوجه والشانطي بدا كيتشق. وهنا جيرانه كلها وشنو قال، كاين اللي عنده نفس الشك وكاين اللي ما مسوقش وقال ليه راك كتخرف. لغد ليه في الصباح جايب بارك وجايب معاه صحابو يباركوا ليه الدار، ولقاو جارو الشيفور داير ميكا في بلاصه الزاج اللي تهرس. طلعوا للدار ورحبات بهم مراته وجابت ليهم الماكله شويه وهما يقلبوها الشراب وبقاو قصارين حتى طاح الباش. وهنا مشى صاحبو للحمام ولكن الماء كان كيمشي ويجي وموراها مشى بمره. صحابو بغا يمشيو بحالهم ولكن كلشي سكران وما قدروش يسوقوا. صاحبنا عيط على جارو الشيفور باش يوصلهم. وافق الشيفور وخا الوقت معطل حيتاش محتاج للفلوس باش يصرف على ولده اللي معقد وما عمرو نطق بكلمه بابا. ومن بعد ما عرف فين غادي يوصلهم طلب منهم 60 دولار وقال لهم حيتاش نتوما صحاب جاري عطيوني غير 50 دولار. خونا بارك قال له بزاف الا كان هكا غير خليهم يباتوا معايا. هنا التسع موجود والدار جديده وفيها 3 ديال البيوت. هبط الشيفور هو كاع حيتاش ضيع له بريكو. لغد ليه في الصباح مشات مرات بارك وولدو باش يشريو الماء حيتاش تقطع، وهما يتلاقاو جيرانه وسولاتها علاش كتشري الماء. قالت ليها راه تقطع، بقات كتضحك عليها وقالت لها حنا فاش كيتقطع الماء كنخرجوا نسافروا. وهنا تفكرات مرات بارك باللي نساو الكروسه ديال الخضره في السوق وصيفطات ولدها يجيبها. وفي داك الوقت كان الشيفور كيقلب منين كاين الديفو باش يطلق الماء. طلع للسطح وكان ولدو المعقد كيكمل وهو يسول جارو واش عنده الماء. جارو طلع مفروح حتى هو وبدا كيرشو بالماء. وفي داك اللحظه الدار مشات وجات، ما عرفوه زلزال ما عرفوه قنبله، الشانطه كيتشق، الحيوط رابو وبقات الدار هابطه تحت الارض. وهنا وصلت مرات بارك ولقات الموبل كامل غبر وبقات حفره في الارض. داك اللحظه كان بارك لقى صاحبه واحد في الطاكسي وبغى يفسح عليه ولكن تهرس له البواني والطاكسي غادي يطيح شويه وهو يتفتح الزاج وخرجوا وعتقوا ومشاو يعتقوا الزميله ديالهم اللي كانت تحت الردم. اما الشيفور كان تدفن في الرمله ولكن قدر يخرج وهو يكتشف باللي راهم مدفونين ديال بصح ملي شاف شحال غارقه داك الحفره. وعلى برا كانوا رجال المطافئ كيقلبوا بالكوبطير ولكن عرفوا الحفره غارقه بزاف وخاصهم شي رافعه كبيره باش يجبدوا الا كاين شي وحدين عايشين. وهنا الشيفور لقى صحابو وقال لهم نتوما تشطرتوا على 50 دولار تصدقتوا طايحين معانا. صحابنا ما فهموا والو حيتاش كانوا سكرانين وما عاقلينش، وفاش عرفوا باللي بارك هو اللي قال له خليهم يباتوا معانا بغاو يقجوه بالفقصه. وهما يسمعوا شي حد كيغوت، ملي فتحوا لقاوه ولد الشيفور وسولوا باه واش ما مشيتيش للسيبير. قال له لا كنت غادي وليت رجعت، وبقى كيغوت عليه وقال له علاش بالضبط هذا النهار اللي ما مشيتيش. ولكن في الاصل صاحبنا عمرو ما مشى للسيبير وكان غير كيكذب على باه باش يطلع يكمي في السطح. وهنا كانوا الجمعيات مقابلين الاسر ديال الضحايا وعاطينهم ما ياكلوا، والصحافه كتصور والحادثه دارت بوم في الاخبار. لغد ليه هبطوا رجال المطافئ واحد الدرون باش يشوفوا شنو كاين، ولكن غير بدات كتباعد شويه ما بقاش واصلها الريزو في الحفره وهي طيح. شافوها الدراري لتحت وعرفوها ديال البوليس وبقاو كيغوتوا باش يعتقوهم وهما يزعزعوا الدار وزادت هبطات لتحت. وطاح الشيفور وولدو في الغيس اللي كان كيسرد وبقاو كيغرقوا، وهو يهبط بارك للبرطمان اللي لتحت وضرب السرجم بواحد الكرسي هرسو وهما يخرجوا بجوج من داك السرجم وعتقوه. مشيو لداك الجمعيه اللي كانت كتقترح على السكان اللي حدا داك العماره باش يقطعوا طرف من السواري باش تميل العماره للجهه الاخرى حيتاش كانت عوجه من بعد الحادثه. وهنا كان الشيفور كيهضر مع ولدو حتى طاحت عليهم واحد المعاونه ديال البوليس ولقاو فيها الماكله وواحد القرعه صغيره ديال الاكسجين وتليفون كيخدم الاقمار الصناعيه. شدوا داك التليفون وعيطوا على البوليس وعلموهم باللي راهم 5 عايشين. وهنا جات مرات بارك وقالت له كيفاش نتوما 5 ولدك راه ما كاينش حيتاش سخرته وما رجع. فاش قلبت على التليفون بالجي بي اس لقيت اخر بلاصه كان فيها هي الدار. وبقاو كيقلبوا على الولد، هبط باه من الساسور اللاكاب ولقاه في واحد القادوس وحملو على ظهره وبقى طالع به. البومبيه على برا كانوا مهبطين واحد خونا بالرافعه ولكن الموبل اللي حداه كان رشح حتى هو بالشتا وطاح في داك الحفره.
وصل البارك وولدو الايطاج اللي فيه صحاب، ولكن فاش طلعوا للسطح لقاو بلي الموبل اللي حداهم طاح حتى هو وتسدات الحفره. والمشكله الما غادي وكيفيض، وهي تلقى الزميله ديالهم واحد البيدو، واتفقوا باش يجمعوا اي حاجه ما كتغرقش باش تعاونهم يعوموا. وهما كيقلبوا حتى كيجي الشيفور وجايب معاه واحد البوطه كبيره ديال الماء خاويه. فرحوا بزاف حيتاش دايره بحال شي غواصه. قلبوا ليها على الغلاقه ديالها ولقاوها قد. وهنا فرح ولد الشيفور، وكانت هذه اول مره غادي يقول بابا. وبداو كيطلعوا واحد بواحد، وبقى الشيفور برا. بقاو هما كيشوفوا قالوا له طلع. قال لهم الا طلعت انا شكون اللي غادي يسد عليكم الغلاقه من برا؟ وسد عليهم الغلاقه وخلاهم كيغوتوا لداخل. وهنا طاح الموبل الاخر بقوه الشتاء، وبقى مهبط معاه داك البوطه لتحت. شويه وهي تخرج من الجنب الموبل وبقات طالعه، وشافها الشيفور ولكن ما قدرش يوصل ليها، هو غارق. وحلات ليه رجلو في داك السلوكه اللي كانوا دايرين بالبوطه. وفاش وصلوا شافوهم البوليس في الكاميرا ومشاو عندهم كيجريو. لاحوا ليهم واحد الحبل باش يطلعوهم، وهكا قدروا يخرجوا من داك الحفره، وكل واحد تلاقى العائله ديالو برا. وهنا تيسالي الفيلم.